وهم مفادها أن الإنسان مستخلف من هذا الكون لإعمار هذا الكون. وقلنا أن هناك علاقة وثيقة بين إعمار هذا الكون والقيام بمقتضى هذه الخلافة وبين عبادة المولى عز وجل، أو قيام الإنسان بمقتضى هدف وجوده. وصلنا عند الوسطية. الاقتصاد الإسلامي يتميز بالتوازن والوسطية. أما المذاهب الاقتصادية الأخرى فهي تتصف بالتطرف. مثلا النظرية الرأسمالية أو اقتصاد السوق حسب الفكر الرأسمالي سواء كان الكلاسيكي القديم أو الحديث يعتمد أن حرية الإنسان مطلقة لا يقيدها حد ولا يحدها حدود. وكذلك اعتبر أن الملكية الفردية هي الأساس، أن الاقتصاد قائم على الملكية الفردية وليس هناك اعتبار للملكية الجماعية، واعتبر الملكية الجماعية في أضيق الحدود هي استثناء، والأصل في الملكية هي الملكية الفردية. وهذا طبعا اقتصاد متطرف. إجا النظرية الماركسية عكس ذلك، قال لم يعترف بالملكية الفردية مطلقا، وقال أن الاقتصاد هو اقتصاد الجماعة، الاقتصاد الجمعي يعني الشيوعية، وهذا أيضا اقتصاد متطرف أو مذهب متطرف يتناقض مع مقتضى الفطرة الإنسانية. يعني الإنسان فطر على حب التملك، وكذلك المجتمع يحتاج إلى توازن، يحتاج إلى قدرة. إذن أما الاقتصاد الإسلامي فهو متوازن بين الملكية العامة والملكية الخاصة، وتجد أن الاقتصاد الإسلامي بل أن الدين الإسلامي على العموم يتصف بهذا التوازن والوسطية، لأن الوسطية احنا بنعرف الوسط في الشيء أكرمه وأفضله وأحسنه وأشرفه، الوسط. فلذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول خير الأمور الوسط وخير الأمور أوسطها. نعم. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ما هي؟ الصلاة المتقنة الأفضل. وقال أوسطهم لولا تسبحون. شو أوسطهم؟ أكثرهم حكمة وعلم وتقوى من الله عز وجل. هذا الوسط الشيء الأفضل الأكمل الأحسن، عكس الطريف. طرف الشيء أهون شيء فيه، وأقل شيء فيه شأنا وأقله شأنا. فلذلك يقول الله عز وجل واصفا الأمة الإسلامية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما أعظم هذا الوصف! هذا يا إخوان أعظم مدح تمدح فيه الأمة الإسلامية. وكذلك في نص آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن خير أمة يعني هي الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خير الأمم وأشرف الأمم وأكرم الأمم وأفضل الأمم. فلذلك هي أخذت مرتبة الشهادة، يعني مرتبة الشهادة على الآخرين، يعني يكون رقيب، يعني شهيد على الآخر. والشاهد الشاهد على الشيء يكون أعلى شيء فيه، حتى أنا أشهد لما أكون على ربوة عالية هيك بشوف كل الأرض بتبقى أمامي منبسطة، بشوف ما هي أين الأرض المزروعة باللوزيات، وين الأرض المزروعة بالحمضيات، وين الأرض المزروعة بالقمح، وين الأرض يعني كاشف. ففي هذا الموقع أنا ممكن أكون وسط وشاهد على هذه الأرض اللي من حوالي، لأني أنا أعلى من أعلى شيء، قاعد على القمة. فلذلك الأمة الإسلامية كذلك. فنجي في الاقتصاد الإسلامي مثلا الملكية
فيش عندنا اصل الملكيه الفرديه، لا، الملكيه الفرديه في الاقتصاد الاسلامي اصل في الاقتصاد الاسلامي، والملكيه الجماعيه اصل في الاقتصاد الاسلامي، والملكيه الحكوميه اصل في الاقتصاد الاسلامي، لان كل ملكيه تقوم بوظيفه معينه ومهمه للمجتمع، كل ملكيه تقوم بوظيفه معينه. ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الناس شركاء في ثلاث شيء: الماء والكلى والنار. الناس شركاء، لأن هذه الأمور التي إذا انقطعت تاه الناس في طلبها، وبالتالي لا بد أن تكون مشتركة. وإحنا لما تكلمنا عن أسباب الملكية والتملك والحراسة المباحات تكلمنا عن الأراضي وعن الكلى بتفصيل فقهي. أيضا الوسطية في الإنفاق، الله عز وجل يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالوسط الأفضل والأحسن هذا هو الوسط، الإنفاق الوسطي. أكثر من الوسط مذموم لأنه إسراف وتبذير، وأقل من الوسط أيضا مذموم. ليش؟ لأنه بخل وشح، وكلاهما مذموم. الأفضل هو الوسط، الإنفاق الوسطي. أيضا عندنا القطاع العام والقطاع الخاص إلى آخره. النقطة الخامسة أو الخاصية الخامسة في الاقتصاد الإسلامي اللي هي نظر الإسلام للمشكلة الاقتصادية. وهذه قضية فلسفية مهمة جدا، كتب الاقتصاديون فيها كثيرا وتكلم عنها الناس المتخصصين يعني كثير، لكن في الاقتصاد الإسلامي اختزل بجملتين. أول شيء، ما هي المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة وين يعني؟ كيف عشان نفهمها؟ بنقول هي قدرة الفرد والجماعة على الحصول على أكبر منافع ممكنة من الإشباعات، إشباع الحاجات، من خلال الدخل المحدود ضمن الأسعار المحدودة الموجودة. يعني بنعاود نعيد: قدرة الإنسان على الوصول إلى أكبر إشباعات ممكنة من طعام وشراب ولبس وتعليم وصحة وما إلى ذلك، بأقصى إشباع من خلال الدخل المحدود اللي موجود فيه مع كل إنسان أو متاح لدى كل إنسان. طيب، نظرة الإسلام إلى هذه المشكلة نظرة عظيمة جدا، وهي النظرة الحقيقية لما يعانيه الإنسان من شح في الموارد ومن ضيق في المعيشة ومن تخلف أدوات الإنتاج. الإسلام ماذا يقول؟ الإسلام يقول المشكلة الاقتصادية هي تتكون من أمرين رئيسيين. الأمر الأول علاقة الإنسان بالله عز وجل، علاقة الإنسان بالله عز وجل. الأمر الثاني فعل الإنسان وكده واجتهاده في تطوير ما سخره الله عز وجل له لتطوير أدواته في الإنتاج والعمل. يعني الإنسان بدوش يكون كسول، بده يكون يجتهد في الاكتشافات العلمية، يجتهد في الاستثمار، يجتهد في الإنتاج حتى يطور ما سخره الله عز وجل له من الكون. لأننا ننطلق من أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن يعني هون فتح الله عز وجل على الإنسان ببركات السماء والأرض مشروط ليش؟ بعلاقة الإنسان بالخالق، أن تكون علاقة إيجابية وقوية، وهي علاقة العابد بالمعبود، أن أحسن عبادتي لله عز وجل، أن أتوكل على الله عز وجل، أن لا أشرك بالله عز وجل، وأن أعلم أن الأرزاق بيد الله عز وجل. طيب، النقطة الثانية، هناك يا إخوان عندنا اعتقاد جاهز، كل مسلم عنده هذا الاعتقاد. ما هو؟ أنا أعتقد بأن الله عز وجل ما برأ نفسا في هذا الكون إلا خلق معها رزقا. بنعيد كمان مرة، هذه قاعدة عقدية. إن الله عز وجل ما برأ نفس
ما خلق نفسا إلا وخلق معها رزقها. هذه قضية عقدية. وهناك عقد بين آدم وبين رب آدم سبحانه وتعالى. عقد. شو العقد؟ شو مقتضى العقد؟ أنا بجيب لك إياه من النص القرآني. الله عز وجل يقول لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه صيغة عقدية. إن لك، شو يعني؟ ماذا إن لك فيها؟ يعني حق لك فيها. الله عز وجل ألزم نفسه بأن آدم في هذا الكون، في هذه الأرض، ألا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى. إذن ما في الأرض يكفي لبني آدم، لآدم وذريته من بعده. طيب، هذه صيغة عقدية ولا اسم الشيء، صيغة عقدية. إذا أنا أعتقد اعتقاد جازم بأن الله عز وجل ما برأ نفسا إلا وخلق معها رزقها. طيب، إذا معناته القضية إحنا عندنا قضية المشكلة الاقتصادية كلها، وهذه خاصية من خصائص الاقتصاد الإسلامي، تتكون من محورين. المحور الأول أن يحسن الإنسان علاقته بربه، والعلاقة بين العبد وبين ربه وخالقه لا تكون إلا عن طريق عبادة العباد لله عز وجل، رب العباد. علاقتي بالله عز وجل هي علاقة العابد اللي هو أنا بالمعبود اللي هو خالقي وبارئي. أن تحسن هذه العلاقة. كيف؟ الآن يا إخوان في علم تحسن من خلال الشرائع ومن خلال النظام العبادات والمعاملات. إذا يجب أن يطبق إرادة الله عز وجل الشرعية في هذا الكون، إرادة الله الشرعية، لأن هناك إرادتين. الإرادة القدرية هذه من لا علاقة فيها، هذه من لا علاقة. الإنسان لا علاقة له بإرادة الله القدرية. يعني كوني أنا فلان بفلان ماليش علاقة بالموضوع. لكن الإرادة الشرعية هي الأوامر والنواهي اللي بنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. الأوامر والنواهي هذه الأحكام الشرعية لا بد أن أطبق إرادة الله عز وجل الشرعية في هذا الكون عن طريق اتباع الأحكام الشرعية في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والاكتساب والاستثمار كل شيء لا بد أن أطبق شريعة المولى عز وجل. وهذا طبعا بالإضافة إلى العبادات المعروفة. هذا بعد ذلك أنا أحسن التوكل على الله عز وجل. ففي هذه الحالة بتكون العلاقة بين العبد وبين خالقه علاقة سليمة وإيجابية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يجتهد الإنسان، لأن الإنسان الله عز وجل مقتضى خلافة الإنسان في هذا الكون أن يجتهد في هذا الكون لتطوير أداته. يعني شو تطوير؟ يعني امتلاك التقنيات الحديثة وامتلاك التكنولوجيا وتطوير الأداء حتى يسهل علي تسخير ما سخره الله عز وجل. قال الله عز وجل: وسخرنا لكم ما في الأرض جميعا. سخرنا لك أيها الإنسان. هذا التسخير من الله عز وجل لك أيها الإنسان. فلا بد أن تجد وتجتهد من الناحية العلمية ومن الناحية التقنية حتى تطور أداتك في الاكتشاف وتطويع هذا الكون الذي سخره الله عز وجل لنا لزيادة الإنتاج وزيادة إشباع الحاجات. أنا كلما زاد الإنتاج كلما زاد الدخول معناته زاد في هذه الحالة زدت من قدرتي على عبادة الله عز وجل. طيب الآن شوفوا هذه الفكرة الراقية، الفكرة العظيمة في تفسير المشكلة الاقتصادية. شوف شو بيقولوا الرأسماليين في ذلك. شوف الفكر المحدود، الفكر الضعيف. بقول لك الموارد محدودة، والحاجات كثيرة، وبالتالي أنا لابد من الاختيار حسب سلة حاجات معينة وبعد ذلك التوفيق. بارك الله فيك. إذا طيب أولا الندرة موجودة، لكن الندرة ليست مشكلة لأنها أقدم من الإنسان. الإنسان عندما نزل على هذا الكون
الله عز وجل يعلم أن الله عز وجل خلق وقدر كل شيء بقدره. كل شيء مقدر بقدر، ولا يمكن أتصور أنه كل شيء مبذول إلا في جنات الخلد. وإحنا في جنات الخلد بالسعادة بدري عليها. إحنا في الحياة الدنيا الآن ما دامت المشكلة قديمة أقدم من الإنسان، فلا يجوز أن تكون هي مشكلة الإنسان، لأنه هو وجد الإنسان هذا الكون كل شيء محدود. بعدين الله عز وجل رسم له الطريق وقال بالصيغة العقدية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. الله عز وجل يقول لآدم عقد بين آدم وبين الله عز وجل. إن لك يا آدم يعني أوجب الله عز وجل على نفسه، يعني ألزم الله عز وجل نفسه أن يكفي آدم وذرية آدم من هذا الكون. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها وأنا لك ألا تظمأ فيها ولا تضحى. إذا هنا علاقة. النقطة الثانية، إذا هم بيقولوا طيب شو المشكلة؟ كيف نحل؟ عن طريق آلية السوق، وآلية السوق فيها كثير من الخلل والظلم الذي سحق المجتمع سحقا شديدا، وسنتكلم عنه في موضعه. النظرية الشيوعية، الحقيقة ماركس هو كل نظريته وكل كتابه وكل فكره هو رد فعل عن ما رآه في الغرب، ما رآه في النظرية في المذهب الاقتصادي الكلاسيكي من ظلم. فكل فكره هو رد فعل. فهو قال انه ما دام الملكيه الفرديه هي اللي بتعمل الظلم وبتقسم المجتمع لعبيد واشياء، اذا بدناش ملكيه نهائيه والملكيه عينه. وطبعا هذا اقتصاد متطرف، واحنا قلنا زمان انه يحمل بذور هلاكه، وانتهى وانقرض وخاب من حمله. النقطة السادسة والمهمة جدا في الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي يا إخوان لم يضع حدود كمية للتملك. لم يضع حدود كمية للتملك. يعني فيش اقتصاد إسلامي بيجيش في يوم يقول لك ليش بتملك كذا وكذا وكذا؟ ليش عندك 10 دكاكين و20 سيارة وكذا فيلا؟ ما بيسألك السؤال هذا بالصراحة. لكن وضع حدود كيفية. ممكن يسألك من أين لك هذا؟ مش لماذا عندك هذا، لا، من أين لك هذا؟ يعني هناك حدود كيفية وليس هناك حدود كمية. فلذلك في بعض الناس يقول لك الإسلام حدد الربح بالثلث أو الثلثين أو الربع أو الخمس. لا يا إخوان، ما حدد. الإسلام ما حدد الربح ب 10% ولا 20 ولا 30 ولا 100% ولا 500% ولا 1000%. الآن بس حدد الأمور إيش؟ ممنوع أن تربح عن طريق الكذب، عن طريق التدليس، عن طريق الربا، عن طريق الغش. هذا كله ممنوعات لابد، والحلف وما إلى ذلك. إذا والاحتكار، كل هذا ممنوع، سنأتي له واحدة واحدة. لكن إذا في حدود كيفية، يعني كيف تمتلك. الإسلام وضع لنا أسباب التملك، تكلمنا عنها في درس أسباب التملك الصحيحة الشرعية. لابد من اتباع تلك الأسباب، وأي سبب آخر غير مشروع لا يجوز التملك فيه. لكن هل هناك حدود كمية؟ لا، ليس هناك حدود كمية. الزبير بن عوام رضي الله عنه مات عن 36 مليون دينار ذهب. 36 مليون دينار ذهب يعني كم مليون دولار؟ يعني تتكلم عن مليارات، عن مليارات، وهو صحابي جليل. حاجه نقدر نقول شيء في سيدنا الزبير بن عوام. عبد الله بن الزبير ابنه اللي قتل في مكه وهو يدافع عن قضيه معينه، بدناش نتكلم في هذا الموضوع. يعني اذا وزوجته اسماء بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا. عبد الرحمن بن عوف عندما مات، أنا نقل عن المقريزي في غياث الأمم، نقله عن غيره، قال عندما مات عبد الرحمن بن عوف مات عن مال كثير، فإذا رأى الرائي شياه عبد الرحمن بن عوف في واد، ظن أن لا شياه إلا عند عبد الرحمن. ظن أن لا شياه، يعني كأنه بمعنى آخر أن الله عز وجل خلق الشياه وأعطاها لعبد الرحمن كله، عبد الرحمن بن عوف، مع أنه خرج عن ماله 3 مرات في حياته. 3 مرات في حياته
وأشهرها قضية هجرته من مكة إلى المدينة. عندما هاجر قريش عندت عليه ايش؟ يعني تجميد أرصدي ومصادرة أرصدي زي ما تعمل أمريكا اليوم، مصادرة الأموال، حتى إنه بدأ يفاوضهم على ظهر يركبوا من ماله ناقة. قال لهم بس بدي ناقة أسافر عليها أشرب الحليب في الطريق وأحمل متاعي. رفضوا، فوضع فرجه على كتفه وراح على المدينة المنورة. عارفين المدينة المنورة اليوم وهو بيطلع على الواحد في جيمس ال5 ساعات بيكون في مكة، مظبوط ولا؟ لكن أو من مكة إلى المدينة. اليوم لا، ما كانش في طرق ولا كان في جيمسات ولا كان في ماشي على الأقدام، وكان واحد مخاطرة بحياته. شوف الإيمان. إذا الإسلام لم يضع حدود للتملك، لم قال أن الإسلام وضع حد معين أو ربح معين، لا، الإسلام وضع لك آلية في التملك، أنت بتمشي على هذه الآلية، ثم بعد ذلك تمتلك. إذا لم تمتلك البلد كامل لا بأس في ذلك. إذا هذه من خصائص الاقتصاد الإسلامي، وهذا الكلام الإخوان اللي يعطي نوع من التشجيع مش إحباط الإنسان دائما يسعى للتملك وزيادة ملكه. هكذا جبل الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير لشديد. إذا الإنسان جبل على حب الخير. النظرية الماركسية بتقول له فيش تملك، قتل الإبداع وأحبط الإنسان وقتل الإيجابية في الإنسان. مش بيقول لك إذا أنا المبدع والمتعلم بدهم يعاملوني زي أي واحد آخر، معناته أنا بديش شو بدي في العلم، خليني أسلك زيه. إذا معناته قتل، يقتل الإحباط، يحبط ويقتل الإبداع. النقطة السابعة الحد الأدنى للمعيشة. شوفوا يا إخواني الموضوع هذا، الفرق بين الثرى والثريا، الفرق بين الاقتصاد الإسلامي العظيم الشريف وبين الاقتصاديات الوضعية الوضيعة في فكرها. إحنا في الاقتصاد الإسلامي يقول لك يجب على المجتمع لابد أن يكون في حد أدنى للمعيشة اسمه حد الكفاية. بدنا نحط إحنا شريطين على الكفاية تحت كلمة كفاية، حد الكفاية. حد الكفاية، شو حد الكفاية؟ أنا قبل ما أقول حد الكفاية بدنا نشوف النظرية الرأسمالية الكلاسيكية شو قالت في هذا الموضوع، على لسان ريكاردو وغيره في نظرية بيسموها النظرية الحديدية أو اليد الحديدية. شو بقول ريكاردو؟ بقول يا سيدي إنه يجب على المجتمع ألا يزيد من أجر العامل بأكثر من مستوى الكفاف. يعني العامل لابد أن يكون على مستوى الكفاف. شو مستوى الكفاف؟ المستوى الذي يبقي على حياته، بس يضل يتنفس ويضل يشتغل، لأنه أنا مستفيد كصاحب عمل ومن اللوردات ومن الأعيان ومن الكبار ومش عارف ايش بدي اياه، لأنه بدي اياه يشتغل لي، بدي اياه يخدمني، فأنا بدي اياه عايش، بديش جميل. أي نعم، خدم، لا هو عبيد. الآن بقي أكثر من 80% من المجتمع الأوروبي بين عبيد وبين عمال. قبل الثورة الصناعية والثورة الفرنسية كانوا عبيد وأسياد، الملاك والعبيد ولا عبيد. الآن بعد الثورة الفرنسية والثورة الصناعية تطورت أوروبا وصارت صناعية والعبد صار عامل، لكن مسحوق برضه مسحوق. وظهرت طبقة أخرى اللي هي الطبقة البرجوازية اللي هي بين الطبقة الأرستقراطية الحكام واللوردات وهذا وبين الطبقة السفلى هي اللي هي بيسموها الطبقة اللي هي الوصل، يعني همزة الوصل بين الطبقتين، بين العبيد. كان زمان عبيد هيك عمال، الآن عمال. طيب قال ريكاردو بيقول لك يجب ألا تزيد الأجرة عن هذه نظرية اليد الحديدية، ألا تزيد عن حد الكفاف. ليش يا ريكاردو؟ بيقول لك لأنه إذا زادت عن حد الكفاف معناته بده نشجع العامل على انه يتزوج ويعمل اسره ويزيد النسل، وبالتالي بيزيد عدد العمال. هو افترض انه ابن العامل عامل وابن العبد عبد، ما هو خلص، فلذلك بيزيد عدد العمال، عرض العماله بيزيد، الطلب اكثر من الطلب، وبالتالي الاسعار بتنخفض، اسعار العماله يعني الاجور بتنخفض، مما يؤدي الى عدم الكفايه
وبالتالي المجتمع نصه بيموت لزياده، هذه الزياده اللي بتطلع بتموت جوعا ومرضا، جوعا ومرضا. شوف النظريه كيف، نظريه لا انسانيه، يعني لا بشريه، كانهم يتعاملون الوسط الاخر يعني من الشعب كانه يعني اقل من حيوان، يعني اقل من حيوان. وبقول لك اذا نزلنا الاجر عن حد الكفاف بموتوا، وبعدين المجتمع منين له عمال يشتغلوا؟ احنا اسياد منين لنا ناس يخدمونا. شوف النظريه اللا انسانيه، نظريه ريكاردو، وهذا بيعطي مثال عام عن الفكر الراسمالي النفعي. ولا شيء، الفكر الراسمالي النفعي. شوفوا القمه الان في الفكر. عندنا احنا بدل حد الكفاف شيء اسمه حد الكفايه. شو حد الكفايه؟ اللي هو ما يحفظ الضرورات. الضرورات حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. 5 الضرورات. نيجي للنفس، حفظ النفس، طعام مناسب، شراب مناسب، ملبس مناسب، سكن مناسب. هذا ضروري لحياة النفس. أنا أطعم فول لا، بقول لك الطعام الذي يحفظ على الإنسان إنسانيته وصحته. يعني العلم بيقول إنه كل يوم الإنسان العادي بده 2500 سعر حراري، معناته بده يحصل على وجبة غذائية متكاملة تتكون من مجموعة من الفيتامينات والبروتونات والاملاح المعدنيه والدهون والسكريات وما الى ذلك. يعني ما ينفعش اطعمه فول كل يوم، ما يظبطش. هذا مش حد كفايه. حد الكفايه الطعام الذي يحفظ عليه كرامته كانسان كبشر وصحته. مش قضيه ضل عايش، لا، بدي اكون عايش عافي، مش انيميا عندي يكون او امراض مزمنه نتيجه عدم التوازن الغذائي. هذا حق. الحق الثاني بالملبس اللائق الذي يحفظ الانسان كرامته. يعني مش اجيب له كيس كيش اقول له البس، لا، لابد من ملبس يحفظ على الانسان كرامته. هذا حد ادنى اللي هو حد الكفايه. بعدين حقه في التعليم، حقه في التعليم هذا مصان. حقه في الصحه مصان. حقه في المساواه مع الاخرين، انا الخليفه مش احسن منه. فلذلك راح كانت المراه العجوز الضعيفه تروح تقاضي الخليفه، يجي الخليفه يمثل امام القاضي حاله كلمه ابدا، لانه هو مش احسن من هذه العجوز. كل انسان يؤدي دور في المجتمع. هذا هو الفكر الراقي، هذا هو الفكر العادل، الفكر الاسلامي. حد الكفايه. الفرق بين حد الكفايه وحد الكفاف كالفرق بين الثرى والثريا، كالفرق بين الثرى والثريا. الآن حفظ النفس بالمطعم المناسب والمشرب المناسب والمشرب والملبس والصحة والتعليم، ثم حفظ العقل عن طريق التعلم والتعليم. حق التعليم واجب على الأمة أن توفر هذا الحق لكل إنسان، لأنه من الكفايات، من الكفايات. وهكذا بناخذ باقي الضرورات. الآن النقطة الثامنة والأخيرة في هذا الباب وهي الحرية المقيدة، وهذه قضية مهمة جدا. في مسألة تفاجأ فيها الناس، مع أنه في كثير من الفقهاء بيعرفوها طبعا بس يمكن لا يستحضرونها. يا إخوان، هل تدروا أن النظام الاقتصادي أو النظام الإسلامي عموما، يعني الشريعة الإسلامية، هي الشريعة أو القانون الوحيد في الكرة الأرضية الآن الذي ينظم على الأرض؟ بيجي واحد يقول لك أعوذ بالله، والقانون الفرنسي اللي يعتبر من أمهات الفقه في العالم. لا يا عم، ما ينظمش على الأرض. ليش؟ لأن يا إخواني المذهب الفكري بالأساس اختلف. إحنا عندنا الأصل في الحريات أنها مقيدة. الأصل في الحرية هي التقيد، مش الاشياء. في فرق بين الاصل الاشياء الاباحه، لانه الشيء لا يتعلق في حكم، الشيء لا يتعلق في حكم شرعي. الشيء يتعلق في حكم شرعي اذا اقترن بفعل. بتقول السكينه شو حكمها؟ في لها حكم السكينه؟ اما وظيفتها القطع، لكن تقول ما حكم استخدام السكينه في قتل البريء؟ يكون حرام. اذا الاستخدام اذا اقترن الشيء بالفعل يتعلق في حكم، اما الفعل
فعل لا يتعلق بالحكم. فلذلك احنا بنقول الاصل في الحريات التقيد والقيد. عند الغرب لا، الاصل في الحريات انها مطلقه لا يحدها حدود. طيب دقيقه واحده، طيب يقول لك طب القانون ليش مكتوب؟ لماذا وضع القانون؟ عشان الفصل بين الحريات، عشان لا تعتدي حريتك على حريه الشيخ بس. فعشان هيك بدهم في بيقولوا مقوله هم هذه بتمثل الفكر النفعي الرأسمالي الغير مقيد. شو بقول احنا بنكررها احيانا يعني هيك لغوا، بقول لك تنتهي حريتك عندما تبدا حريه الاخرين. هذا مبدا عندنا، احنا مش مبدا، هي تنتهي حريتك حسب القواعد السلوكيه الموجوده عندنا. في عندنا قواعد سلوكيه هي بتحدد الحريات، وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن هذا بالتفصيل. اقول قولي هذا واستغفر الله.